ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله مع بعض هنعمل ايس كريم بمكون جديد هيدي كمية وفيرة وطعم جميل زي ما متعودين. عملناه قبل كده مع بعض بالفاكهة، النهارده هنعمله بمكون هقول لكم عليه. يلا تعالوا كده مع بعض نشوف مقاديره وطريقته. يلا بينا. بصوا يا حبايبي، انا هنا استخدمت لبن بودرة. حطيت معلقتين لبن بودرة ومعاهم 3 معالق كبار نشا على 3 كوبايات مية، يعني كل كوباية مية ليها معلقة نشا كبيرة. عملت مهلبية بمعنى أصح، يعني مهلبية، وحطيتها في التلاجة لما جمدت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وجيت بعد كده جبت كيس ايس كريم دريم اللي هو 80 جرام بالفانيليا، حطيته في البولة كده وضربته بالمضرب مع كوباية لبن وكوباية سكر بودرة، وفضلت اضرب فيه لحد ما ما القوام بقى يعني زي ما انتوا شايفينه كده كريمي خالص وعامل مطة حلوة قوي اللي هي مطة الايس كريم الجميلة دي. يعني لازم تتأكدي ان الايس كريم معاكي بيمط المطة دي. وبعد كده حطيته بقى في التلاجة، في العلب التلاجة، وزعته. عايزة اعمل 3 اطعمة. عملت الاول بالفانيليا زي ما انتوا شايفين كده، انا عندي فانيليا سايلة، حطيت عليه تقريبا يعني معلقة صغيرة كده على اول طعم اللي هو بالفانيليا. قسمت الكمية يعني على 3 اجزاء. الجزء التاني بقى من الايس كريم هعمله بقى بصوص انا عملته معاكم قبل كده كتير. صوص الكراميل، صوص لذيذ جدا ورائع وعمايله بسيطة جدا. خدت منه كده معلقتين وقلبتهم على الكمية اللي معايا بالشكل ده لحد ما اداني اللون الجميل الرائع ده. وبعد كده بقى جيت على تالت جزء، حطيت عليه بقى هعمل بالشوكولاتة. جبت كاكاو خام معلقتين كبار وحطيتهم على الايس كريم وقلبت كويس لحد ما الخليط كله بقى متجانس بالشكل ده. وبشيلهم بقى في الفريزر، ممكن ليلة كاملة، ممكن ساعتين، يعني زي ما تحبي. وحطيتهم بقى في بولات زي ما انتوا شايفين كده. والله الطعم جميل جدا جدا، تجربة تستحق يعني ان انتوا تقوموا تعملوه، وان شاء الله يعجبكم. وعايزة لايك واشتراك في القناة لو سمحتوا، يعني عشان يوصلكم كل جديد. والى اللقاء، شكرا، مع السلامة.